طبعا احنا كلنا عارفين ان في ناس مهووسة بتشجيع فريقها المفضل، بتلف وراه في كل مكان وبتشجعه لاخر نفس، وكمان ممكن تموت نفسها علشانه. لكن الموضوع يوصل ان جثة تروح ماتش عشان تودع فريقها المفضل قبل ما تدفن، ده حاجة غريبة صح؟ تعالوا بقى نحكي لكم الحكاية. سنة 2011 في كولومبيا وبالتحديد في مدينة كوكوتا كان في فريق اسمه كوكوتا ديبورتيفو، وكان في مشجع متعصب جدا للنادي ده اسمه كريستوفر ألكسندر. كان عمره 17 سنة وكان عضو في النادي ده، وكان فعلا مهووس بيه وعمره ما فوت أي ماتش للنادي. في يوم من الأيام كان في مباراة بتجمع ما بين فريق كريستوفر المفضل وفريق اسمه انفيجادو. كريستوفر اتفق مع أصحابه كالعادة إنهم هيروحوا الماتش ده علشان يشجعوا فريقهم المفضل، لكن للأسف اليوم اللي قبل المباراة حصلت جرائم قتل في مدينة كوكوتا، وكان السبب ساعتها ان كانت البلطجية منتشرة في المدينة وكانوا بينهبوا ويسرقوا الناس، واللي كان بيقف في طريقهم كانوا بيقتلوه على طول. واليوم ده اتقتل ناس كتير جدا بالرصاص، وللأسف كريستوفر كان واحد منهم. حد ضرب عليه بالرصاص بالغلط وفي ساعتها وقع على الأرض ومات. الصدمة كانت كبيرة جدا على أصحاب كريستوفر وأهله وما كانوش مصدقين. وفي يوم الجنازة بقى قرر أصدقاء كريستوفر إنهم يكرموا صديقهم الميت وما يخلوش أي شيء يعطل خطتهم اللي اتفقوا عليها حتى لو كان الموت. عشان كده خد التابوت اللي كان فيه صديقهم للملعب، وخلى صديقهم كريستوفر يحضر مباراة فريقه المفضل لآخر مرة، وشال التابوت من دار الجنائز وراحوا بيه الاستاد علشان ينضموا بالتابوت للجمهور اللي كان بالغ ساعتها عدده 42,000 مشجع. والغريب والعجيب ساعتها ان كان فريق كريستوفر المفضل خسران ساعتها بنتيجة 1-0، لكن اول لما التابوت وصل الملعب وتواجد بين المشجعين الفريق قدر انه يسجل هدف التعادل قبل نهاية المباراة، وبكده يكون التابوت وش حلو على الفريق وانقذهم من خسارة الماتش. وبعد ما الماتش خلص واصحاب كريستوفر خدوا التابوت عشان يروحوا يدفنوا صاحبهم، الشرطة حققت في الموضوع ده وكانت مستغربة جدا، وقالت ان ازاي الامن ومسؤولين الملعب سمحوا للتابوت انهم يدخلوا الماتش. ومسؤول الملعب عملوا اجتماع طارئ علشان يعرفوا مين اللي سمح ان التابوت يدخل الماتش، لكن ما قدروش يوصلوا للحقيقة ولا عرفوا مين اللي سمح للتابوت انه يدخل ارض الملعب. وبس كده.